السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وازيكم يا أحلى أخوات في الدنيا؟ يا رب تكونوا دايما بألف خير كده. وطبعا عايز أقول لكم إن متأسف على الغياب الطويل دوت، بس الواحد كان بياخد أجازة بقى وكان فاضل في امتحانات وبتاع، وحاليا خلاص تمام. عايزين بقى كده تصلي على النبي كده، تمام. تنزل بقى تطبخ الاشتراك بتاعك اللي لسه أول مرة تشوفنا، تمام. ولو مش أول مرة أنا عارف أنت مش مشترك يا اسطى، خلي بالك كمان. بص أنا شايف نزل اضغط الاشتراك يا حبي، وارزع على كده اللايك بتاعك الرايق، واخبط لك كومنت رايق كده شجعني فيه تاني عشان نرجع ننزل فيديوهات زي الاول. تمام. ويا ريت لو تقول لي انت عايز إيه في كومنت تحت كده، حاجه بسيطه. تمام. بس ما تنزلش تتمنى في الكومنتات، معظم الناس تنزل الكومنت بتتمنى، بتخترع. تمام. بس كده يا عمي، ويلا بينا بقى كده عشان انا جايب لك النهارده فيديو بحته تانية خالص. جايب لك النهارده حاجه مطرشه، أفجر طريقة ست حسابات سافيوم، وجايب لك أداة طلقة. حرفيا الأداة في خلال دقيقة هتكون صيدلة 100 200 300 نتقلك. سيبك من الأرقام دي. الأداة في خلال دقيقة دي هتكون جايبالك بالألف حساب، حرفيا الأداة في الخمس سنين دي 100 حساب. أنا عايزك بقى تنزل تصلي على النبي كده في كومنت رايق كده. تمام. وخلي بالك أنا مش أول مرة أقول صلي على النبي، لأن مفيش حد بيصلي على النبي. تمام. تمام. يلا بينا بقى كده عشان مش عايز أطول عليكم بقى، ويلا بينا نخش في العظمة. ويلا بينا ليتس جو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم تاني يا أحلى أخوات في الدنيا. طيب، بالنسبة لفكرة الاعتزال فشلتها خالص من دماغي. تمام، يعني زي ما تقول كده برضه الفيديو بتاع النسخة أخد حقه. طيب، بس كان في مشكلة بقى، ألا وإن هي ناس كتير أوي دخلت كلمتني عايزين حسابات عايزين حسابات، وأنا طبعا استحالة إن أنا أوفر حسابات لأكتر من 2000 شخص. تمام. غير إن الحسابات مثلا لو نزلت مثلا 1000 حساب، اللي بياخد من فوق اللي بياخد من تحت اللي بياخد من النص، ففي حسابات كتير بتروح في الهوا. فعامة أنا جايب لك دلوقتي طريقة أنت هتعمل بوت لنفسك، وهتصطاد لك حسابين تلاتة كده تخليهم معاك تسحب منهم واحد واحد. طيب، نخش أول حاجة كده. أنا طبعا هسيب لك الكلام ده كله في ملف مضغوط، أنا عايزك تركز معايا في الشرح عشان الشرح هيبقى طويل شويتين تلاتة أربعة. تمام. بس أخليك تصطاد حسابات وهتبقى فاهم الدنيا ماشية إزاي. تمام. طيب، أول حاجة زي ما قلت لك هيبقى في باسورد للملف اللي أنت كده كده أصلا هتحتاج ملف البايثون وفي شوية أوامر وحاجات زي كده. فعامة هيبقى فيه باسورد. انا هسيب لك الاوامر اللي بره، تمام، والملف هعمله لك بباسورد. تمام، هيبقى ملف مضغوط عادي، هتفك الضغط من على السي ارشيفر والموضوع سهل جامد. اول حاجه انت هتخش على المتجر كده، تخش على الصوره اللي فوق، وهتيجي بقى هتيجي تنزل كده عند الحمايه بليه، تخش على الترس ده وهتوقف الحمايه كده زي ما انا واقف. تمام تمام. طيب، هتخش بقى على بحث هنا، وهتخش على السيرش هنا، وهتنزل الزي ارشيف الاخضر لو مش عندك. زي اي ار شيفر اهو ظهر اصلا. تمام، هتنزل دوت. تمام تمام. بعد ما تنزله طبعا وتديله صلاحية التخزين وكل حاجة، هنخش ثواني كده. طبعا انا هسيب لك الملفات دي كلها. تمام تمام. بس هي دي الأوامر اللي احنا عايزينها. هتخش على المتجر وهتقوم جاي هنا في السيرش برضو، وهتنزل بايثون 3. هتكتب بي يو 3 وهتنزل النسخة دي. سيبك من ده، هتنزل النسخة دي. تمام تمام. طيب، طبعا انا مش عامل مسح بيانات عشان انا برضو منزل عليه شوية مكاتب وكده مش عايزة تروح. تمام. هتخش على البايثون كده، وهيظهر لك كام صفحة تحت كده اللي هي كونكت ومتابعة والكلام ده. في الآخر هتلاقيه جايب لك إعلان، وهيبقى في علامة إكس فوق كده، هتلاقيها فوق الإعلان، هتدوس عليها وهيحمل معاك. تمام. الموضوع سهل تمام. هتيجي كده يا حبي على بي أي بي دي عشان تبدأ تثبت الأوامر. تمام. وهتقفل دي، أنا أصلا مثبتها مش محتاج أثبتها تاني، بس برضه عشان إيه تبقى فاهم الدنيا ماشية إزاي. تمام. هتقوم مثلا هنخش نعمل لهم نسخ كلهم. عندك السبع أوامر دول تاخدهم بالترتيب كده. ادي واحد اتنين، ثواني اجيب كيب غير ده عشان ايه. ايه العك ده؟ ثواني. نرجع تاني، هناخدها كده امر امر.
تمام. بعد ما ناخد الاوامر دي كلها، طبعا انا كنت نضفت الحفظه وكده. تمام. خش كده على البايثون. وعايز اقول لك حاجه، انا الاوامر مش هتاخد عندي وقت عبال ما تتثبت. تمام. انت المفروض تحط اسم الامر هنا، اسم المكتبه عامه، وتدوس على كلمه انستول عشان ينزل المكتبه. انا مش هتاخد عندي وقت، تمام، لان انا اصلا مثبتها قبل كده. تمام. اما انت عندك هتاخد لها وقت شويه، بس مش كتير يعني، فاهم؟ عشان بس ما تستعجلش. طيب هتخش على تدوس على الانستول كده، وهتبدا تحمل معاك. تمام. هيظهر لك تحت هنا كلمه كومبليت. تمام. ده معناه ان المكتبه نزلت خلاص. فانت ركز معايا كده لحد ما تبدا تقرا معايا ويظهر لي كلمه كومبليت تحت. خلاص انا كده اللي ايه، المكتبه نزلت اهي. هتلاقي الامر تلقائي اتمسح من هنا. تمام. طيب كده خلصت اول واحد. اخش امسحه كده واخش على اللي بعده. تمام. امسحه، اخش على اللي بعده. تمام. امسحه، اخش على اللي بعده. تمام. هنمسح برضو ونخش على اللي بعده. فلاوي. نخش على اخر امرين، وادي اخر امر معانا. بس انت كده بالنسبه للامر بتاعك فهي كده خلاص تمام. طيب هتعمل ايه دلوقتي؟ هقول لك انت هتحتاج بقى الملف، وهتحتاج الاي دي والتوكن. هتجيبهم منين الاي دي والتوكن دول؟ اقول لك دول هتخش عليهم على التليجرام. تعالى معايا على التليجرام كده. هتعمل هنا بوت، وهتجيب منه الاي دي والتوكن. تمام. وهتخش بعديها هتيجي هنا في السيرش كده، وهتخش على الاوامر تاني. انا كده كده هسيب لك الملف ده من غير باسورد، اما ملف الصيد ذات نفسه هسيبه لك بباسورد. تدي له واحده كوبي كده. تمام. وهتخش في السيرش وهتحط ايه اليوزر. هيظهر معاك البوت. هتلاقي بص، او بوت فازر اللي هو المتوثق ده، هتلاقي جنبه علامه التوثيق اهو. تمام. هتخش عليه، وهتنزل تحت كده وهتديله سلاش. هتلاقي عندك كلمة ظهرت نيو بوت. اكيد يعني كلكم بتعرفوا تعملوا البوتات يعني. تمام. طيب هتحط اسم، اكتب مثلا سافيوم 2 عشان عندي واحد اصلا بصيت عليه. واديله رسال، وهيقول لي حط يوزر. عادي احط اي يوزر بالانجليزي يكون كله سمول. امسح الدول كده عشان اديك الكابيتال. تمام. وبعد ما اخلص هو اعمل مثلا الشرطة اللي هي بتبقى تحت دي، ونكتب كلمة بوت وابعت. بوم، البوت اتعمل. طيب لو ظهر لك بقى سوري او بتاع ان اسمه مستخدم قبل كده، فانت حاول تغير الاسم اللي هو بتاع اليوزر ده. مش شرط يعني تعمله حاجه مفهومه. تمام. تمام. طيب بص كده ركز معايا يا اسطى. من اول رقم 8 هتلاقي عندك يوز توكن اهيت. تمام. هتلاقي عندك هنا يوز توكن اهي، تو اكونت تو اتش تي تي بي. تمام. ده اللي هو التوكن بتاعك اهو. بص اهو، ده كده التوكن بتاعك. ثواني. من اول 8 دي كده التوكن بتاعك. تمام. تمام. طيب ادي التوكن يا عم، خدناه كوبي اهوت. تمام. وهو الوحيد اللي موجود في الحوض دلوقتي. تمام. طيب هنجيب الاي دي منين؟ اقول لك قبل ما تجيب الاي دي هتخش هنا كده على كلمه على البوت اهو. هتلاقي اليوزر وجنبيه سلاش بوت، وعندك ايه تي اهو. تخش عليها كده. شرح مبسط خالص وسهل. تمام. عشان بس تشغل البوت، ولا اكتر ولا تدي البوت بدء كده. بس انت ثواني كده النت بس. تمام. انت كده البوت شغال معاك فل. وبالنسبه لموضوع النت ده لازم يبقى عندك نت قوي. تمام. تمام. ده احنا خدنا التوكن بتاعنا. نفتح كده ونخش على السيرش تاني. ومش شرط بوت معين، انت لو كتبت بس كده ايه بوت. تمام. وعملت مسافه وكتبت اي دي. تمام. سيبك من اللي عندي في الشتات، هتلاقي عندك ايه كذا بوت اي دي. تمام. عامه كده كده انا سايب لك بوت برضو، يعني مثلا انت ممكن تجيب الاي دي بتاعك من دوت عادي. تمام. بس انا برضو موفر عليك وسايب لك برضو بوت الاي دي اهوت اهو، علشان برضو لو انت السيرش عندك ما جابش برضو اللي احنا عايزينه. تمام. هتخش على اول واحد كده. تمام. والتلات شرط دول بعد ما تعمل له ستارت، التلات شرط دول كده هتدوس عليهم، وهتدوس على اول واحده هيبعت لك الاي دي. تمام. هتاخد الاي دي كده كوبي. تمام. وهتيجي على الحافظه هنا وهتمسح. كده انت معاك الاي دي والتوكن. تمام. انت بس كده انت مش عايز حاجه من التليجرام تاني. لا صح، انا عاوز عشان البوت معلش.
تمام. هنرجع لبوت فازر تاني وهنخش على البوت بتاعنا. تمام فل اوي. تمام. هنرجع بقى كده بالظبط، انت كده خلصت اكتر من نص المهمة. تمام. وطبعا النسخة معانا ايه، هجرب لك عليها قبل ما نعمل اي حاجة. بص لو دخلت على الزي ارشيف كده، طبعا انا هبقى سايب لك الملف، انا مطلعه بره عشان التصوير. فين انا هبقى سيبه لك ملف مضغوط زي كده. تمام. هو عامة ده الملف اللي احنا هنشتغل عليه. تمام. كده في فاصلة هنا، استنى كده، استنى في فاصلة هنا. تمام. هو ده الملف. تمام. ده هيبقى النيم بتاع الملف، بس انا لسه ما عملتلوش ضغط. تمام. انت عامة مثلا هيبقى زي دوت كده، تخش عليه وهتديله مشهد وهتدوس عليه كده وهتدوس فتح، فيطلب منك هنا باسورد. خد اول رقمين من الباسورد هيكونوا 30. اول رقمين من الباسورد هيكونوا 30. تمام. الرقمين التانيين بقى تابع في الفيديو ايه وانا هقولهم لك. ماشي. انا عامة هخش كده واديله فتح، فانا كده اصلا عامل الملف القراءة بتاعته بايثون. تمام. فهيجيب لك البايثون على طول. هتديله مثلا مرة واحدة دائما اي حاجة فيفتح معاك هنا. هتقوم جاي مديله ايه ستارت. طبعا بعد ما ثبت اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما ثبت كل حاجة هتديله ستارت هنا بقى خلاص. تمام. والأداة شغالة حلو وكل حاجة، بس كل الموضوع إن هي بتحتاج منك إيه، النت قوي. تمام. أنا هنا هحط الأي دي بتاع التليجرام، وبعديها أحط التوكن. تمام. وهتتقل بقى عليها كده. تمام. هنا بيقول لك إيه، ميك فري أكونت فور سافيوم أب. تمام. ويطلع ميكس اليوتيوب. أنت طبعا مالكش دعوة باللي هو الأحمر اللي تحت دوت. تمام. انت ليك دعوة بس بالازرق اللي فوق، الاخضر اللي فوق، اللي هو جاب لك 19 اكونت دوت دلوقتي. فانا عايزك بقى تقول لي كده ان في اداة اسرع من كده. عايزك تقول لي في اداة لو دخلت بقى كده على التليجرام. اوف اوف على الجمدان. انا عايزك تقول لي في واحد في مجال اليوتيوب معاه اداة اسرع من كده. الاداة جابت لك 19 اكونت في اول 5 ثواني. انت متخيل؟ سيبك بقى من اللي يقول لك الاداه بتقعد لها نص ساعه قبل ما تجيب لي حساب، ولا بتجيب لي 1000 حساب محروقين ومعاهم حساب واحد شغال. الاداه جابت اهو قدام عينك في الفيديو من غير مونتاج من غير اي حاجه وانا بتكلم، جابت 19 اكونت في ثواني. انت عامه اصلا 19 اكونت دول هيغرقوك. هتقول لي ليه؟ اقول لك انت اصلا الاكونتات انت هتاخدها هتبقى ليك انت بس، يعني انت هتطلع 19 رقم فيك في يوم واحد. يا اخي ده انت لو، اقول لك ايه بس ما علينا. تمام. كده بص اديتك اثبات ان الاداه شغاله، وانا بتكلم معاك ده عماله ترمي لك اي حسابات. ال 19 ب 40 حساب اهو. انت بعد كده فجران مفيش، هتخش كده هتلاقي ال 40 حساب برضو يعني انت تعالى عدهم يا اسطى. هم ال 40 حساب اهم لسه جايين كلهم طازه. الساعه كام؟ 10 54 دقيقه، الساعه 10 55. تمام. كده ده بالنسبه للاداه. زي ما قلت لك هي بتحتاج نت قوي، ما بالك انا مشغل داتا وشغال عندي فل. تمام. لو وصلت واي فاي مثلا ولقيتها مش بتجيب معاك، ممكن مثلا ده الواي فاي ضعيف او حاجه، فانت ايه وصل داتا عادي اي حاجه، بس هي عامه هتشتغل معاك. لو ضعيف حتى هتبقى بطيئه شويه، بس برضو ايه يعني مهما كان هي سرعتها حلوه قوي. سيبك بقى من الاداه، انا كده وريتك ازاي تصطاد الحسابات صح كده. تعالى بقى ما نخش نجرب الحسابات دي، شوف هتشتغل على سافيوم ولا لا. هتاخد الحساب كده تديله نسخ. تمام. وهتخش بقى هشيل بقى ده كله كده خلاص مش عايزينه. انا بس عايز ادخل الحساب على سافيوم. برضو هنعمل لسافيوم مسح بيانات. طبعا انت لو عايز النسخة دي، انا زي ما قلت لك النسخة انا كنت منزلها الفيديو اللي قبل دوت ومطلع قدامك رقم في الفيديو بالاثبات. تمام. والدنيا فل قوي يعني. انت خش اتفرج على الفيديو هناك عشان تعرف تستخدم النسخة ازاي. تمام. وتعالى هنا لو معكش حسابات، انا كده كده هسيب لك لينك الفيديو بتاع النسخة في الوصف. تمام. انا هحط اليوزر وهنمسح الاربعة حرف اتش نحطهم تحت. تمام. وهتدوس على خش وما تكترش دي، وهنتقل بقى ايه يقول لك ويت. واسرع منها مفيش، النسخة سجلت في ثواني. تمام. عندك طبعا مطور الصداع الكولات الستينج اهو زي ما انت شايف رقم اسبرجان اهوت. وبس كده يا عم. كده هي انا اثبت لك ان الحسابات شغاله، وهي احيانا هتجيب معاك حسابات اوكرانيا وكده. تمام. بس عامه هي بتظهر لك ايه ان الرقم ليس خلوي والكلام الفارغ دوت. تمام. فانت غير وخليك شغال على اسبرجان. وبس كده يا عمي، احلى مسا عليك. خلاص كده الفيديو خلص. تمام.
وطبعا زي ما قلت لك في ملف مضغوط، تمام. اخر رقمين في الباسورد هيكونوا 30، يعني اول رقمين ارجع شوفهم، واخر رقمين 30. تمام. وطبعا النسخه ديت انا هسيب لك اللينك بتاع الفيديو بتاعها في الوصف، تمام. هي عامه الفيديو اللي قبل ده على طول، فانت خش اتفرج على فيديو اصطاد لك كام حساب، وخش اتفرج على فيديو النسخه نزلها وطلع ارقام واخربها. وبس في نقطه اخيره عشان الطريقه دي تشتغل معاك، هي ملهاش علاقه عامه، تمام. بس احنا زي ما تقول كده في البار دوت، ثواني. تمام، عندك كام 761 ريكوست، وهنا قلنا 400. تمام، ده كله شير، تمام. كل دول طلبات الانضمام دي كلها من رابط الدعوة، تمام. ثانية واحدة، واتساب معلق، كل دول زي ما انت شايف كده من ايه، من رابط الدعوة، تمام. وطبعا مش عايز اقول لك اللي شير دوت اتروق عليه ترويقة محترمة، تمام. ده طبعا الباور بتاع اخويا الفلسطيني، تمام. هو عنده حاليا 89 ريكوست، تمام. والبار فيه 325، تمام. ده الوار الجديد. كل المطلوب حاليا لو في اي حد ليه يعني في الشارع قد كده وبتاع وشارك حلو وتقيل، خش كده كده هسيب لك لينك التواصل تحت، تمام. هتخش تكلمنا على اي مكان، اي منصه هرد عليك، تمام. وهديك لينك البار وهتشير، وعلى قد الشير بتاعك هيتروق عليك. وبس كده يا عم يكون الفيديو خلص يا عمي. وطبعا يا ريت اشوف تقدير على الفيديو كده عشان ايه نبدا ننزل لكم، وان شاء الله باذن الله انتظروا مني افجر نسخه واتساب هتنزل بكره. هتبقى نسخه جديده بشكل جديد مختلفه عن كل اللي بينزل في المجال حرفيا. وبس كده يا عمي، احلى مسا عليك، سلام.